الهجمات التي تشهدها كربلاء بين حين وآخر ولا سيما مع الحدود الإدارية لمحافظة الأنبار دعت مجلس محافظة كربلاء إلى التصويت على نصب كاميرات حرارية على الحدود بين المحافظتين. وافق المجلس على مبلغ قدره 190 مليون دينار لنصب تلك الكاميرات في المرحلة الأولى. هناك 3 مراحل سننوه عنها في حينها. اليوم الموضوع هو كيفية أنه شراء هذه الكاميرات ونصبها بأسرع وقت ممكن ليتسنى للقوات الأمنية أخذ التدابير الأمنية اللازمة مع هذه الكاميرات لمنع حدوث أي خرق لا سامح الله من جهة الأنبار. شرطة المحافظة بدورها أبدت شكرها للتصويت على هذا القرار الذي سيحد من خطورة المسلحين، فيما دعا مواطنون الجهات المعنية إلى الإسراع بصرف الأموال لنصب هذه الكاميرات. على الرغم من قلتها ولكن أهميتها كبيرة، كونها يعني لديها قدرة في كشف المتفجرات عن بعد، لذلك سوف تنصب هذه الكاميرات على مداخل المدينة وخاصة من الجهة الغربية لكشف المتسللين والإرهابيين الذين يحاولون الوصول إلى المدينة. مخاوف الشارع الكربلائي من تأخر صرف هذا القرار، صرف يعني الأموال لهذا القرار من أجل شراء الكاميرات الحرارية. نعرف اليوم الكثير من القرارات قد صوت عليها بصرف الأموال لكن لم يتم الصرف إلى الآن، مما يسبب مشكلة. وأعلن رئيس مجلس المحافظة أن المجلس صوت على قرار شراء 3 كاميرات حرارية وحسب الكشف المعد من قبل قيادة عملية الفرات الأوسط لكي يتم نصبها في قضاء عين تمر. خرجت